أهلاً ومرحباً فيكن. اليوم رح نحكي عن قصة تغيير، قصة ملهمة صراحة لشابة اسمها رهف. أهلا فيكي. وقصة رهف فعلا مميزة، لأنها مش بس عن تغيير الوزن. صحيح، هي رحلة، يعني كيف انتقلت من نحافة شديدة كانت معذبتها لصحة أحسن وثقة بالنفس أكبر. المصدر اللي بين إيدينا بيحكي تفاصيل تجربتها. تمام. وهون يمكن أهم شيء البعد النفسي للموضوع. كيف قدرت تتجاوز حكي الناس ونظراتهم وتبني ثقتها من جواها؟ خلينا نبدأ من الأول. المصدر بيقول طولها 165 سنتيمتر ووزنها كان يعني يدوب 42 كيلو. 42 كيلو على هالطول؟ إيه، يعتبر نقص وزن واضح. والمشكلة الأكبر كانت التعليقات اللي بتسمعها، كلام مثل عود أو عظمة ماشية. كلام جارح أكيد. هي كانت تحاول تبين إنها مش مهتمة، بس المصدر بيقول جواتها كانت عم تنكسر شوي شوي. وهالشي طبيعي يأثر، خصوصا بفترة الجامعة مثل ما ذكر المصدر. الموضوع تحول لعقدة عندها، بتحسي حالك أقل من اللي حواليكي. بالضبط، النقد المستمر بيعمل ضغط نفسي كبير. لهيك وصلت لمرحلة قالت خلص لازم أعمل شيء. راحت لأخصائية تغذية. وهذا مهم، ما مشيت عشوائي، طلبت مساعدة متخصصة. وكان طلبها واضح، أنا بدي أسمن، بس بدي أسمن صح، يعني ما بدها بس وزن زيادة، بدها صحة. وهون بتيجي أهمية الخطة المدروسة. الأخصائية حطت لها نظام. إيه، النظام كان بيعتمد على 6 وجبات صغيرة باليوم. فكرة الوجبات المتعددة ممتازة لزيادة الوزن، بتساعد تاكلي سعرات أكتر بدون ما تحسي حالك متضايقة أو يعني تخمانة طول الوقت. والنظام ركز على البروتين، بيض، لبن، عدس، دجاج. عشان بناء العضلات طبعاً. صحيح، والبروتين أساسي، وكمان كان في كربوهيدرات معقدة. مثل الرز والبطاطا والشوفان، اللي بتعطي طاقة لوقت أطول. تمام. والدهون الصحية كمان مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات، دهون مفيدة للجسم. وكان في وصفة مشروب هيك كوكتيل لزيادة الوزن بشكل صحي كل يوم. أذكرها، حليب وموزة وتمرتين وعسل وشوية زبدة فول سوداني. بالضبط، خليط مغذي ومشبع وبنفس الوقت فيه سعرات كويسة. النظام كان متكامل، وجبات متعددة ونوعية أكل ممتازة، بس ما كان بس أكل. صح، الرياضة كان إلها دور كمان. هي بلشت تتمرن بالبيت، ما احتاجت تروح جيم أو شيء. جابت أدوات بسيطة، دمبلز وهيك، وركزت على تمارين المقاومة. وتمارين مثل السكوات وتمارين للمؤخرة والظهر. الهدف ما كان بس زيادة الدهون. لا، الهدف كان بناء عضلات. وهذا هو الفرق الجوهري. بناء العضل بيعطي شكل متناسق للجسم، وبيفيد الصحة بشكل عام، أكثر من مجرد زيادة الدهون. طيب، وبعد 3 شهور من الالتزام بالأكل والتمارين، كيف كانت النتيجة؟ النتيجة الجسدية كانت واضحة. وصلت لوزن 50 كيلو، يعني زيادة 8 كيلو تقريباً. زيادة ممتازة بفترة قصيرة نسبياً، بس الأهم مثل ما حكينا كان التغيير اللي صار جواها. تماماً. هذا هو لب القصة. المصدر بيحكي كيف تفكيرها تغير، ثقتها بنفسها زادت بشكل كبير. صارت تلبس اللي بدها إياه بثقة. والأهم من هيك الدافع تبعها تغير. هي قالت جملة مهمة: أنا سمنت، بس سمنت لأني أحب جسمي، مو عشان الناس. يا سلام، يعني الانتقال من البحث عن رضا الناس للاهتمام بالذات وحب الجسم. بالضبط. وهذا هو اللي بيعطي ثقة حقيقية ومستمرة، مش ثقة معتمدة على رأي الآخرين. وحتى صديقاتها لاحظوا الفرق الكبير، وصاروا يسألوها كيف عملتي هيك وبدهم نصايح. دليل إنه التغيير كان حقيقي وباين عليها، مش بس رقم على الميزان. القصة بتوضح إنه التغيير لما يكون شامل جسدي ونفسي تأثيره بيكون مضاعف. وبغير حتى نظرة الناس إلك. العبارة اللي ختمت فيها قصتها كانت قوية جدا. ذكرني فيها. قالت: اللي كان يضحك علي وأنا ضعيفة، اليوم يتمنى يعرف سر تغيري. فعلا بتلخص كل شيء. هي ما غيرت وزنها بس، هي استعادت قوتها وسيطرتها على حياتها. وهي الرسالة الأهم يمكن. القوة الداخلية والقرار الشخصي أهم من أي ضغوط خارجية. وهالتجربة بتخلي الواحد يفكر، يعني قديش بنسمح لآراء الناس تشكل أهدافنا وقراراتنا. وكيف ممكن لو نغير تركيزنا للداخل، للصحة ولحب الذات، كيف ممكن هالشي يغير كل المعادلة.